وصل مدرب الاهلي الجديد. يلا بينا بقى يا خطيب نبدأ الموسم الجديد وناخد كل البطولات. لو اول مرة تشوفنا يا صاحبي اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ارزع اللايك المتين ويلا بينا على الفيديو. فيديو النهاردة عن مدرب النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي الموسم ده بيعاني من مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وهي عدم وجود مدرب. موسم كامل بتلعبه من غير مدرب. بدأت الموسم بخوسيه بيرو، مدرب اقل من امكانيات النادي الاهلي بكتير. بعد كده رحنا جبنا يسرب اقل من امكانيات خوسيه بيرو اللي هو اقل من امكانيات الاهلي بكتير بكتير بكتير. فاصبحنا اللي احنا بنلعب من غير مدرب. الكلام الفترة اللي فاتت كان على مدرب مصري يمسك الفريق، بما ان الفريق في المركز الثالث في الدوري وبنسبة 99% هيلعب كونفدرالية. طب لو الكلام على مدرب مصري، يا ترى مين المرشح؟ رقم واحد كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري طبعا معروف بشخصيته القوية جدا، معروف بنرفزته في الملعب، بيقف على الخط ما بيهمتش، معروف بشخصيته اللي بتفرق جدا جدا مع اللعيبة وبتفرق جدا جدا في أوضة اللبس. لكن بعد هجوم الناس، بعد هجوم جماهير الأهلي في مباراة إنبي على حسام البدري، بدأت الفكرة تتراجع وبدأت الحظوظ تروح لمين؟ علي ماهر. كابتن علي ماهر اللي من وجهة نظري يستحق ان هو يمسك النادي الاهلي. علي ماهر مدرب مصري قدير جدا جدا، قدر ان هو ياخد خبرات واحدة واحدة. لك ان تتخيل ان علي ماهر ما مسكش في الدوري المصري غير فرق متوسطة: المصري، سيراميكا كليوباترا، مودرن سبورت. لك ان تتخيل ان هو وصل مع الثلاثة كونفدرالية، وصل مودرن سبورت كونفدرالية، وصل المصري كونفدرالية، ووصل سيراميكا كليوباترا كونفدرالية. بعد ما هو خد المركز الرابع في الدوري قدر ان هو يصعد رسميا للكونفدرالية. فعلي ماهر محتاج ايه علشان تبص عليه؟ علي ماهر محتاج ايه علشان تبدأ تحط السبوت عليه وتجيبه؟ احنا محتاجين مدرب وطني. خلينا واقعيين، النادي الاهلي محتاج مدرب وطني باي طريقه. المدرب الوطني هو اللي هيعرف يرجع لك الفرقه من تاني، هو اللي هيعرف قيمه التيشيرت اللي اللعيبه لابساها، هو اللي هيعرف يوصل للعيبه ازاي يطلعوا كل اللي عندهم، هو اللي هيعرف يتعامل مع اللعيبه. انت عندك لعيبه اليومين دول اللعيبه شبعت، اللعيبه ما عادتش عايزه تلعب، اللي عايز يمشي واللي مش عايز يقعد، وي 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 حاجات كتير قوي في اوضه اللبس. فاحنا عايزين مدرب مصري بشخصية قوية زي المدرب علي ماهر. ويكون في علمك ان لعيبة سيراميكا كليوباترا بتشيد بعلي ماهر جدا جدا في التدريبات. إدارة النادي الأهلي لو استقرت على مدير فني مصري هيكون لعلي ماهر النصيب الأكبر إن هو يمسك النادي الأهلي. أما طبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي مهتم جدا جدا بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، وده واضح للجميع. حتى لو الأهلي هيلعب كونفدرالية، النادي الأهلي عايز يجيب مدير فني أجنبي بأي طريقة، ويكون ليه سيرة ذاتية كويسة، ويكون يقدر يتعامل مع الجماهير والضغط اللي موجود في النادي الأهلي. فالنادي الأهلي مهتم بالمدرسة البرتغالية جدا. هتقول لي طب اشمعنى المدرسة البرتغالية؟ يعني احنا هقول لك المدرسة البرتغالية معروف صيتها على مستوى العالم في الكرة من زمان. وخير دليل مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأهلي، ده خير دليل ان المدرسة البرتغالية بخير. والمدرسة البرتغالية معروف صيتها في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي، معروف صيتها في دوريات العالم كلهم ان هم مدربين جيدين جدا جدا. فالنادي الاهلي مهتم رقم واحد ببرونو لاج، المدرب البرتغالي برونو لاج. في 2018 2019 كان بيدرب بنفيكا بي، بنفيكا الفريق الثاني. وفي 2019 2020 صعد معاهم للفريق الاول ومسك الفريق الاول. في 2021 2022 مسك وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، فرقه متوسطه في الدوري الانجليزي. طب يا ترى هو عمل ايه مع بنفيكا؟ مع بنفيكا حقق انجازات كتيره جدا جدا، 4 انجازات. هتقول لي طب دي كتيره كتيره جدا جدا، هقول لك هو مسكهم موسم، في موسم جاب 4 القاب لبنفيكا: الدوري البرتغالي، كاس البرتغال، كاس السوبر البرتغالي مرتين. دي انجازاته مع بنفيكا. اما مع وولفرهامبتون طبعا ملحقش يعمل حاجه، ما قعدش كتير، ولعب 51 ماتش، قدر ان هو يكسب 19، يتعادل 9، يخسر 23. الارقام دي بالنسبه لفرقه متوسطه في الدوري الانجليزي هي كويسه جدا جدا جدا. هو اللي قدم استقالته لولفرهامبتون بعد سوء النتائج اللي قابله في بدايه الموسم اللي لعبه. طب المدرب ده شخصيته عامله ازاي؟ المدرب ده شخصيته قويه جدا جدا جدا، اما على مستوى التكتيك وعلى مستوى اللعب
برونو لاج بيعشق الاستحواذ، برونو لاج بيحب الاستحواذ جدا جدا والكرة الهجومية مع التوازن الدفاعي اكيد طبعا. برونو لاج بيحب يلعب بخطة 4-4-2، وده لو جه معانا مش هيعرف يعملها لان احنا مش لاقيين مهاجم اصلا، فما بالك هو هيحتاج 2 وواحد على الدكة. يا اما بيلعب بخطة 4-2-3-1، ولو جه هيلعب بالخطة دي فعلا مع النادي الاهلي. طب هو لعب كام ماتش مع وولفرهامبتون؟ لعب مع وولفرهامبتون 51 مباراة، كسب 19، اتعادل 9، خسر 23. ارقام كويسة بالنسبة لفرقة متوسطة في الدوري الانجليزي، الدوري الاول على العالم، طحن الطحن. اما ارقامه مع بنفيكا، هو مسك بنفيكا على فترتين مش فترة واحدة، في مجموع الفترتين لعب 142 مباراة، كسب 96، اتعادل 22 وخسر 24. دي ارقام برونو لاج مع بنفيكا ومع وولفرهامبتون. المدرب الثاني اللي اداره النادي الاهلي مهتمه بالتعاقد معاه هو المدرب البرتغالي برضه كارلوس كارفاليال. المدرب ده عنده 60 سنه ودرب فرق كتير جدا 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 من هنا للصبح، ما تعدش يا بوحه، حرفيا درب فرق كتير قوي 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 يا جماعه. وانا واحد من الناس اتمنى ان هو ما يجيش النادي الاهلي، وهقول لك الاسباب دلوقتي. اقول لك الفرق المتعارف عليها اللي هو دربها: في 2009 سبورتنج لشبونه، في 2011 بشكتاش، في 2020 سبورتنج براغا، في 2022 الوحدة الاماراتي، في نفس السنة 2022 درب سيلتا فيجو، في 2023 اولمبياكوس اليوناني، في 2024 رجع درب سبورتنج براغا. ابرز انجازاته الحاجة الوحيدة اللي عملها ان هو كسب كاس البرتغال مع سبورتنج براغا في 2020، ووصل لنهائي كاس الرابطة البرتغالية وخسر من سبورتنج لشبونة النهائي، ووصل لربع نهائي الدوري الأوروبي مع سبورتنج براغا في 2020. دي أبرز إنجازاته، إنجازات خفيفة جدا، لكن مسك فرقة كبيرة فشل معاها فشل ذريع وهي أولمبياكوس اليوناني. اولمبياكوس اليوناني يعتبر الفرقة رقم 1 في اليونان، وفرقة كبيرة جدا جدا وصوتها معروف هناك، وحتى على مستوى دوري الابطال وعلى مستوى الدوري الاوروبي موجودة في دوري الابطال. دايما تلاقي اولمبياكوس في دوري الابطال، ولما بتنزل من دوري الابطال بتروح الدوري الاوروبي، موجودة في البطولات الاوروبية دايما، ومعروف عنها في اليونان ان هي رقم 1. هو مسكها 11 ماتش، فشل ذريع. بعد ال 11 ماتش تحس ان الاداره قالت له تعالى امشي يا عم، اطلع بره، اطلع بره، بمعنى اطلع بره. كسب ماتش، كسب ماتش او اتنين يعني، على قد الاحصائيه مش فاكر بصراحه، فمش هتفرق، كسب ماتش او اتنين. فشل ذريع بعد 11 مباراه يمشي من اولمبياكوس اليوناني ويفشل معاها فشل ذريع. عشان كده اتمنى ان هو ما يجيش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فيه ضغط كبير جدا جدا، مطلوب منك انك تكسب كل ماتشاتك. التعادل بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنا هو خساره كبيره جدا جدا، حتى لو كان تعادل في ماتش ودي. انت متخيل لو كان تعادل في ماتش ودي هو خساره بالنسبه لجماهير النادي الاهلي؟ علشان كده هيبقى في ضغط كبير جدا جدا على المدرب اللي جاي، خصوصا ان انت في موسم كارثي، انت طالع من موسم كارثي بكل معنى الكلمة، سواء على النتائج، على الفنيات، على كل حاجة، على البطولات، انت طالع بموسم كارثي. فهتبقى العين كلها الموسم اللي جاي على مين؟ على المدرب. الجمهور هيقيمه من اول ماتشين 3، كله هيقيم المدرب والكل هيتكلم عن المدرب. علشان كده اتمنى ان هو ما يجيش، لان هو مش هيستحمل الضغط. وفي 2009 فعلا مسك سبورتنج لشبونة في وضع سيء جدا جدا، لكنه ما قدرش ان هو ينقذها من الوضع السيء اللي هي فيه، ومشي بسرعة جدا جدا. ده كارلوس كارفاليال المدرب البرتغالي اللي النادي الاهلي مهتم بالتعاقد معاه، واتمنى ان هو ما يجيش. النادي الاهلي المره دي راحت للمدرسه الهولنديه، المدرب الهولندي فان بومل. النادي الاهلي بيفكر في التعاقد مع فان بومل بجديه جدا جدا جدا. يبقى النادي الاهلي مهتم بالمدرسه البرتغاليه، لكنه باصص على المدرسه الهولنديه لفان بومل بالذات. عنده 49 سنه، اداره النادي الاهلي شايفاه مشروع تدريبي جديد، ما دربش كتير، ما شافش محطات تدريبيه كتير. في 2018 2019 مسك ايندهوفن، وفي 2020 2021 مسك فولفسبورج الالماني، وفي 2022 مسك رويال انتويرب البلجيكي. المدرب ده ما حققش بطولات يعتبر غير مع رويال انتويرب البلجيكي بس.
قدر ان هو يحقق الدوري البلجيكي بعد غياب 66 سنة. رويال انتورب البلجيكي قعد 66 سنة ما بياخدش الدوري الهولندي. قدر فان بوم الدوري البلجيكي انا اسف قدر فان بومل ان هو ياخد الدوري البلجيكي مع رويال انتورب، وقدر ان هو ياخد كاس بلجيكا، وقدر ان هو ياخد كاس السوبر البلجيكي في 2023. وكمان قدر ان هو يتأهل لمرحلة دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. رويال انتورب دايما يا اما موجودة في دوري المؤتمر الاوروبي او نادرا لما بتشوفها في الدوري الاوروبي، لكنه قدر يتأهل لمرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وبصراحة ادارة النادي الاهلي شايفة ان هو مدرب مشروع، بس من وجهة نظري ادارة الاهلي لو درست شخصية المدرب ده مش هيتعاقدوا معاه. المدرب ده هادي جدا جدا جدا، وادارة النادي الاهلي عايزة مدرب يشمط اللعيبة. احنا كجماهير برضو عايزين مدرب يشمط اللعيبة، ينزل بالكرباج عليهم. احنا عايزين لهم يا باشا حسام البدري، علي ماهر، واحد ينزل بالكرباج عليهم. اقسم بالله اللعيبة دي ما هتمشي غير بكده. بعد المستوى السيء والدنيء اللي احنا شفناه في الموسم ده، ما ينفعش تجيب لهم مدرب هادي يقف على الخط يطبطب عليهم، وفي غرف الملابس يطبطب عليهم. بعد ما شفنا المدربين المعروضين على النادي الاهلي، اكتب لنا رايك في التعليقات. هل انت مع المدرب المصري ولا مع المدرب الاجنبي؟ ولو انت مع المصري تفضل حسام البدري ولا علي ماهر؟ ولو مع المدرب الاجنبي تفضل انهي واحد في الثلاثة؟ شكرا للجميع.